قسمت بالله يا سيد انا كمان نفسي اخس، بس انا مش قادره. انا بحب الاكل قوي يا سيد. يعني انت عندك المحشي ده، يا دين النبي على المحشي. يا اخي اكل كل الاكل ينزل في بطني عادي الا المحشي. المحشي ده بينزل في قلبي على طول. وأكيد بعد الحكي ما ضل حكي، خلينا نبلش نحضر أكلتنا لليوم. عندي هون بجاط كبير فرمت حبة كبيرة من البصل، فرمت على شكل مكعبات صغيرة، ونزلت عليها كمية من صغيرة من الملح والفلفل الأسود. وهلا بفرك البصل بالشكل هاد لحتى تدبل عندي البصل وتطلع نكهاتها. وهلا بنزل عليهم كاسة ونص من الرز المصري نقعته بمي سخنة وصفيته. بنزل عليهم بقدونس المفروم والبندورة المفرومة. البندورة هون فرمتها مكعبات خشنة. بنزل النعناع المجفف، نقدر نستعمل النعناع الأخضر. بنزل الملح وكمية بسيطة من البهارات المشكلة، وعصير ليمونة كبيرة، وأربع معالق كبار من التمر الهندي. بنقدر بدل التمر الهندي نستعمل دبس الرمان. وعندي هون كاسة صغيرة من زيت الزيتون. وهلا بقلب المقادير كويس مع بعضها، بتركها لمدة 10 دقايق لحتى يتشرب الرز من جميع النكهات الموجودة عندي. التتبيلة عندي هون صارت جاهزة. وعندي هون 1.5 كيلو من الكوسة والبتنجان، حفرتهم وغسلتهم وصفيتهم من المية. هلا بنبلش نعبي بالكوسة. طبعا تعبئة المحاشي باليالنجي بتكون تعبئة الحبات بشكل كامل لأنها بتحتوي على كمية كبيرة من الخضرة. وأهم شي وقت تعبئة الكوسة والبتنجان نرجها بالشكل هاد لحتى تتوزع الحشوة فيها بشكل جيد. وهلا بسكرها بقطعة صغيرة من البندورة. طبعا السوائل الموجودة عندي هون بتتبيلة اليالنجي بسبب عصير الليمون والتمر الهندي والمية اللي بتنزل من الخضروات وزيت الزيتون. طبعا الكمية اللي بتزيد عندي من الرز زادت عندي هون، أنا حبيتها بحبتين كبار من الفليفلة. المحاشي عندي هون عبيتها كلها وصارت جاهزة. هلا بنبلش نحضر بالصوص. عندي هون الصوص اللي نزل من تتبيلة اليالنجي، نزلت عليه معلقة ملح وعصير 3 حبات من البندورة و5 معالق كبار من التمر الهندي. بنزل عليهم المي السخنة، مغلف كامل من رب البندورة. وهلا بحركهم كتير مع بعض. طبعا البندورة اللي عصرتها هون اختيارية، ما نقدر نستغني عنها. وهلا بنزل الصوص اللي حضرته فوق المحاشي وبحطهم على نار عالية. بغطي الطنجرة بستناهم لحتى يغلوا. بمجرد ما غلي الأكل اللي عندي هون بهدي النار تحته لحتى يستوي بشكل كامل. هون عندي اليالنجي استوى بشكل كامل. هلا بخليه يبرد لحتى أقدمه. المحاشي هون استوت وصارت جاهزة وقدمتها. المنظر مو معتاد أوصفه، طعم بياخد العقل. المحاشي مستوية أخذت معي ساعة كاملة على الغاز. الحموضة معتدلة كانت كتير طيبة. الرز مستوي كتير وطعمها بياخد العقل. بنصحكم تجربوا توصفة اليالنجي وألف صحة وهنا.